ما هي مادة الشبو؟ أنا عارف أنك من الصباح قاعد تعطي محاضرات، بس جيب لي السؤال هذا، جاوب لي السؤال هذا والله يسهل عليك. من عيوني حبيبي بركة. مادة الشبو مادة من مواد الانفيتامين، اسمها العلمي الميثامفيتامين، منشط قوي جدا يوازي 10 أضعاف الكبتاجون، يؤدي إلى رفع مزاج بشكل عنيف، عصبية، عدوانية، غياب عن الوعي والإدراك، قد يؤدي إلى القتل، الاغتصاب، مشاكل لا حصر لها، أعراضه طويلة المدى، مفعوله طويل المدى، مع الأسف يصنع محليا، انتشر في العالم كله بانتشار النار في الهشيم. البارح عندي شاب لاجئ في تركيا يقول والله عندي شبو. الدول الفقيرة المحيطة بنا في الإقليم انتشر عندهم الشبو. الشبو اليوم مادة تجتاح العالم بسبب سرعة مفعولها ورخص ثمنها ووفرتها مع الأسف الشديد. فالشبو مادة خطيرة للغاية. وعندنا كمان يعني مجموعات كبيرة، أغلب اللي دخلوا عندنا الجدد كلهم مع الأسف شبو 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 شبو. فالشبو خطير للغاية. طيب مادة نزلت جديدة. الشبو هو عبارة عن حبوب أو زي الهيروين؟ لا، وهو مادة الله يسلمك مثل الدقيق، مثل القزاز المكسر، يسمونه آيس أو يسمونه مثل الكريستال، مثل القزاز المطحون، أو مثل الملح المكسر، صغار كذا. أنا شفته قبل كذا زي مادة. يا أخي في الحسا أو في القطيف واحد قتل أمه وأبوه وأخوه وأخته، حرقهم حرق بالنار. هذا الكلام منشور في وسائل الإعلام عندنا كلها. يعني في جرائم الشبو هذا ما تتخيلها. الشبو يا ناس خطير، انتبهوا. لا تجرب، لا تقول بجرب وبطلع، لا تقول مرة واحدة تمشي. ما في الكلام ده بالإدمان يا ناس والله. شاب يقتل أمه وأبيه وأخته وأخيه حرقا بسكب البنزين عليهم في نهار رمضان وحرقهم في إحدى غرف البيت بعد إحكامها ومحاصرتهم فيها. حدث ذلك وهو تحت تأثير مخدر الشبو أو ما يعرف باسم الكريستال ميث. نسبة من الجرائم البشعة سببها تعاطي المخدرات، ويأتي مخدر الشبو وراء أكثر الجرائم بشاعة. قاتل أمه وأبيه وأخته وأخيه انهار يوم أمس بعد أن فاق من تأثير الشبو، فسأل عن ذويه لينزل الجواب عليه كالصاعقة بأنهم ماتوا جميعا. يسبب الشبو الإدمان من أول مرة، ويتحول متعاطيه إلى شخص حاد في عدوانيته ويندفع نحو القتل أو الانتحار. جريمة مدينة صفوة ليست الأولى بهذه البشاعة في الوطن العربي، فهنالك جريمة الإسماعيلية في نوفمبر الماضي، إذ قام الجاني بقطع رأس المجني عليه أمام الناس في وضح النهار وهو تحت تأثير مادة الشبو المخدرة. وفي حادثة أخرى في الكويت قام متعاط لمادة الشبو بقتل أمه وشرطي في آن واحد.